لا لا بجد يا جدعان، انا عايز اسال سؤال مهم. هي برشلونه ايه من غير يامال بجد والله؟ ايه بعد نهايه مباراه جميله جدا في ليالي وسهره الابطال 3 غريمي قصاد دورتموند اللي كان بيلعب احسن بكتير. بس بيني وبينك انا كمتفرج للكره مش مشجع لاي فرقه من الفرقتين كنت قاعد مبسوط بصراحه. الكره ما وقفتش لحظه، وده اللي انا قلته على الشوط الاول، وبسم الله ما شاء الله يعني حبوا يعلوا على نفسهم في الشوط الثاني. الكره ما وقفتش اكتر بكتير. تقريبا الاربع دقائق اللي اتحسبوا وقت بدل ضايع دول كان الوقت اللي بيتبدل فيه اللعيبه. مش معروف اساسا مين اللي ممكن يكسبه ورايح لناحيه مين. الاثنين فعلا كانوا بيلعبوا كويس، والاثنين كانوا يستاهلوا يكسبوا، بس دورتموند بصراحه من وجهه نظري كانوا احسن شويه. وهقول لك لو جيت بصيت لها والله بكل حياديه، دورتموند النهارده كانوا بيلعبوا من غير اهم اكتر 5 نجوم في فرقته، ورغم كده كانوا عاملين اداء عالمي دفاعيا قبل هجوم. فريق منظم ومحترم جدا، واتوقع ان هو اول ما يرجع له لعيبته تاني من الاصابه هيعملوا اداء عالمي في الادوار الاقصائيه. لكن معلش يعني برشلونه، وده اللي انا قلته في الشوط الاول، انا شفت اداء عالمي من داني اولمو ومن يامال، وده اللي استمر للشوط الثاني لحد ما خرج. كل ده كان اداء فردي بحت من انا عارف ان انت كبرشلوني دلوقتي مش عاجبك الاداء، بس المهم ان هو مكسب وعدت وخلصت.